ايه الاخبار يا مهند؟ والله زي الفل. انت إيه الدنيا؟ الحمد لله تمام. يا رب دايما. النهارده هنتكلم عن الوظيفه، امم وهل هي امان لا، ولا هل هي سجن ولا هل هي يعني ليها كذا حاجه. ناس كتير شايفين الوظيفه امان وناس كتير في ناس شايفينها. كتير شايفه الوظيفه سجن. تمام. وفي ناس كتير برضه شايفه الوظيفه امان. انا بالنسبه لي انا شايف الوظيفه امان. تمام. ليه بقى؟ عرف يعني ايه. بس اكتر حاجه، اكتر وظيفه انا اكتر حاجه بحبها الشغل الحر. عندك الشغل الحر ده، دي مش وظيفه. الشغل الحر ده ده شغلك. ده شغلك ده تمام بالظبط. تمام. انا بتكلم الوظيفه اللي هو انت بتصحى من النوم 9 الصبح تروح مم. شغلك مم. من 8 مثلا او 9 لحد 5 كده، في ده مثلا شغال في الوظيفه. بنك اه. كده. دي لا لا الوظيفه لا، شايفه انا شايف الوظيفه امان، ما شايفهاش سجن. امان. امم ليه بقى؟ يعني دي انا وراك، يعني الوظيفه اللي مش اللي بالنسبه لي انا شايفها امان وانا شغال في وظيفه. تمام. اكبر نفسي فيها، مم. اعمل فيها مستقبلي. مش هاخدها ان انا خلاص شغال فيها سجن اخد مرتب واصرف اخر الشهر، لا. عشان دي اكبر مرتب يعلى، قام يعلى في المكان اللي انا شغال فيه. مم. تمام، انت فاهم كده. مش ان انا خلاص شغال يبقى اصحى الساعه 9 الصبح اروح الساعه 5 كده انا خلصت شغل، لا. انا عايز اطور من نفسي في شغلي. ايوه، ازاي بقى تطور من نفسك في شغلك او في الوظيفه اللي هي ما فيهاش تطور يعني؟ الوظيفه في العموم، امم شغال مثلا في بنك، مرتبك بيزيد كل سنه، كل سنه بيزيد، امم وهو بيزيد تقريبا 10% تقريبا يعني. فانت دلوقتي لما مثلا بتقعد تقول، تدعي مثلا ربنا تقول له يا رب مثلا انا مثلا نفسي اجيب عربيه مثلا مرسيدس، امم وانت مرتبك اصلا يا دوبك بيكفيك بالشهر بالعافيه، او بيكفيك الشهر بالظبط. تمام. فده معناه ان الوظيفه سجن، مش امان. هي امان ان انت ضامن ان في مرتب يجي لك كل شهر، بس امم برضه هي مش امان ان ممكن صاحب الشغل يمشي. انا فاهمك في دي، بس عشان انا والله ما جربتش الموقف ده، فانا مش عارف. بس انا شايفها بالنسبه لي، انا شايفها امان. انا لو اشتغلت شغلانه اطور نفسي فيها بعيد، ممكن بعيد من البنك. ممكن لو اشتغلت في فندق، اشتغلت شيف، اطور. انا فاهمك، بس انا بتكلم انا اكيد طبعا اي شغل لو انت ما اتطورتش فيه امم فهو شغل مش كويس. صح. ده اللي فاحنا بتكلم فيه انا. فاحنا لازم. لازم اطور من نفسي في الشغل اللي انا شغال فيه. بالظبط. ده اللي انا عايز بقى، ده اللي انا بتكلم فيه. انا اي شغل بشتغله بحب اطور من نفسي فيه، اكبر فيه. تمام. هو كده ده اللي انا شايفه امان، ما شافوش خالص سجن الشغل. امم انت بقى انت شايفه سجن ليه؟ هو عشان الشغل او الوظيفه، مش الشغل، انا بتكلم في الوظيفه. امم الوظيفه انت مربوط بعدد معين من الساعات، مربوط بمرتب معين. امم يجي لك حوافز، ومش عارف كل سنه مرتبك بيزيد 10% ولا 20% على حسب الاتفاق بتاع المكان اللي شغال فيه يعني. امم فدي حاجات يعني يعني هتفضل لو تفكيرك ان انت شايف ان الموضوع ده امان، فانت كده تفكيرك يعني جبان. تفكير انت خايف من المستقبل، خايف ان انت تعمل حاجه لنفسك. فانت المفروض الحاجه الوظيفه اللي انت فيها دي تكون مؤقته، مش دايما. يعني مثلا انت ما تقولش مثلا افضل شغال يعني في ممكن مكان مثلا اكون شغال معين. في البنك ده، مثلا هشتغل فيه مثلا 6 شهور، عملت منه فلوس حلوه، هشتغل في مكان تاني غيره. انت قصدك ايا كده؟ كان، لا مش ده قصدي. قصدي امال ان ايه؟ انت تكون مثلا شغال في بنك مثلا، امم لمده مثلا 4 5 سنين مثلا، حلو. سبت وخلاص بقى، انت زهقت من الشغل، عايز تعمل حاجه لنفسك، عايز تعمل بيزنس لنفسك. امم فانت البيزنس ده مش وظيفه. البيزنس ده حاجه ليك انت، حاجه الشغل الحر، اه. تكبرك انت. امم فانت لازم الحاجه اللي انت تكبرها دي، لازم اول حاجه يبقى عندك ريسك، تضحي بحاجه تكون كبيره عندك عشان البيزنس بتاعك ده يكبر، وانك تسيب دوامه الشغل عشان انت دوامه الشغل دي عمرها ما هتطورك وعمرها ما هتقدمك خطوه لقدام في حياتك. ممكن هتاخد يعني هتتعلم من الشغل مثلا، في اي حاجه انت شغالها اتعلم هتتعلم من منها. اخطاء، وايه، فاهم. اكيد، انما امم بتكلم في موضوع ان انت الشغل ده، الوظيفه دي هتربطك بحاجه، امم هتفضل مربوطه بيك طول حياتك، وهيبدأ تفكيرك هيبقى مع الوظيفة دي. هتفضل شغال في الوظيفة دي طول عمرك، وبعدين ايه الفايدة؟ انت مثلا عايز تجيب عربية، عايز تجيب اي حاجة ليك مثلا عايز تجيب تليفون كويس، تفضل شغال 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 وتحوش ومش عارف ايه ايه لازمتها؟ طب ما انت احسن ما انت ما تعمل مشروع لنفسك خاص ليك انت، امم تكبره انت، صح. وتاخد فيه ريسك، وتحط فيه راس مال، وتحط فيه كل مجهودك عشان يكبر. امم ولما انت تحس كده قدام نفسك ان انت عملت حاجه كويسه، امم انت لا خلاص هتقول بقى انا مش عايز الوظيفه دي خالص. خلاص بقى تستقيل من الوظيفه اللي انت شغال فيها ايا كانت ايه هي، امم تبدا بقى تشوف حياتك في المشروع بتاعك. طبيعي هتخسر وتكسب، بس ممكن مرتبك انت شغال فيه في مكان اللي بتاخده في سنه امم ممكن تحققه في شهر. صح. واعمل مشروع لنفسك، وحط فيه كل مجهودك، واخسر واكسب وقع وقوم، والحاجات دي كلها هتفيدك، بحيث ان انت كمان 20 سنه ولادك واحفادك امم هيقولوا لا احنا بجد انت عملت لنا حاجه كويسه، نفضل نعيش بيها طول حياتنا. ممكن تعمل صح. بيزنس صغير دلوقتي، ممكن امم كمان 10 سنين يكبر، حصل. والبيزنس ده هتلاقيه بعد كده
مخلي احفادك عايشين ملوك. عايش حياتك كلها قاعد جوه وظيفه، لا ولا هتتقدم لقدام خطوه. مش هتستفاد حاجه فيها. الوظيفه اللي انت تعمل اللي انت شغال فيها دي، انت تقدر الوظيفه اللي انت شغال فيها دي تعمل منها فلوس، تعمل منها مشروع، تصير الوظيفه مشروعك ده هيكبر لوحده مع بالظبط. نفسك. بعدين لو اهم حاجه ان مم. انت اللي تخش فيه المجال اللي تخش فيه تكون بتحبه، صح، ايا كان المجال اللي تكون تخش فاهم فيه فيه. تكون ما انت لو بتحبه فانت خلاص، انت كل حاجه عارفها عنه عشان انت بتحبه مم. وعارف المجال ده هيعمل لك باب رزق مم. احسن بكتير من مليون وظيفه. يعني انت ممكن يجي لك وظيفه ب 10000 جنيه في الشهر، ممكن البيزنس بتاعك يدخل لك في اليوم 10000 جنيه. صح. فاهم؟ فانت بس لازم تحسبها كده. صح. فانت تخيل يعني انت تصحى من النوم كل يوم تروح مكان انت مش حابه وانت مش قادر تسيبه عشان مجبور عليك. يعني معظم الشباب دلوقتي مم. بيروحوا يشتغلوا شغلانات هم مش حابينها بس غصب عنه، مجبورين ان هم يشتغلوا فيها. عايز مثلا يتجوز، عاوز يبني مستقبله. صح. فلازم الشباب كلها تفكر في تفكر لها نفسها. صح، تحسبها صح. لازم انت تكون شغال في شغلانه مم. ما تعتمدش ان الشغلانه تفضل عايش فيها، تفضل شغال فيها طول حياتك. الشغلانه دي انت خلاص مؤقته وقت معين تجمع فيها فلوس تعمل بيها مشروع لنفسك ايا كان المشروع بقى. صح. حتى لو المشروع ده هو نفسك، ممكن مثلا انت فهمتك. تتعلم مهاره، مثلا تتعلم مثلا مونتاج، تتعلم كتابه سكريبت، تتعلم اي حاجه في نفسك انت مم. تخليك انت ذات نفسك انت مشروع نفسك. لو جبت معاك فلوس اعمل منها فلوس تاني. بالظبط. اعمل منها فلوس تاني، ده احسن. بالظبط. مش لازم الصرف. بالظبط. بصراحة ما شفت شباب كتير اصلا بيصرفوا، ده مش حلو خالص. يعني بيتمنظروا وشايفين نفسيهم بالفلوس، انا هشتري واعمل وبتاع واتفسح وكده. والله انت مش هتستفاد حاجه. طب انت يا ابني عايز تخطب وعايز تتجوز وعايز تجيب عربيه وعايز تجيب بيت. انا بشوف ناس مرتبها مثلا تكون 7000 جنيه في الشهر، مش شغله، دي شغاله عند حد. امم. تمام، مرتبها 7000 جنيه في الشهر. باقي اخر الشهر فين مرتبك؟ مفيش منه غير 2000 جنيه 3000 جنيه. طب فين وديته؟ جبت هدوم، جبت عربيه، اتفسحت، عملت، اكلت، شربت. طب ليه يا ابني؟ ما تعمل ليها فلوس تاني. يعني الفلوس دي ممكن تفتح بيها بيزنس انت اونلاين. تمام، تعمل اعلانات، تشتري حاجات تبيعها انت اونلاين، تكسب اكتر. تمام، تدخلها في اي حاجه تاني ممكن تكسب بيها. يعني يعني انا لو بقول لاي دايما بقول لاي حد من الشباب، بقول له معاك فلوس اعمل منها فلوس. طيب في ناس كتير عندهم افكار مشاريع عايزين يعملوها بس خايفين من المجتمع على نفسه بقى، خايفين ان مثلا تعمل مشروع فحد يقول لك لا ده يا عم مش كويس، ده مش هينجح، كذا كذا كذا. ما انت تخافش. ما تخافش والله، ما تخافش. يعني اي حد يفتح مشروع ما تخافش. طالما انت متاكد يعني اعمل دراسه جدول فيه، وطالما انت متاكد منه ابدا على طول. مش اي حاجه انت عايز تعملها تقول انا خايف، لا ما فيها اسمها خوف، لا ما تخافش. ابدا على طول، دوس. تستنى والله العظيم ما مم. تستناش، ابدا. صح. صح. يعني مهما كان امكانياتك لازم تبدا، ايا امم. كانت ايه الامكانيات اللي معاك لازم تبدا، حتى تبدا بحاجه صغيره خالص امم. لازم تبدا. حتى لو بدات تلقى فيه برضو حاجات كتير برضو واقفه قصادك، يعني حاجات كتير بتوقف اكيد قدامك. محدش يعني بياخد كل مش حاجه هتنجح في بالسهل. يوم وليله، بس بالظبط. تتعلم من اخطائك برضو. بس ابدا ما تخافش. بالظبط. اي مشروع انت عايز تبدا فيه، اي حاجه عايز تعملها ابدا على طول، ما تخافش. مم. في وقتها، ما تقولش بكره. طب بقول لك، قول يا صاحبي. انت شغال عشان تحقق حلمك، مش ولا شغال عشان تقبض اخر الشهر وبس؟ شغال عشان احقق حلمي امم. وعشان ابطل ان انا اخد فلوس اخر الشهر. انت عايز فلوس يجيلك كل يوم. انا هسيب ان انا الشغل ده انا مش هكمل فيه طول حياتي، هسيبه عشان ايه؟ اروح اعمل شغل تاني بتاعنا خاص. امم. مش هستنى حد اخر الشهر عشان يجيلك عشان مرتب. عشان ليه مرتب معين امم. واصرفه تاني يوم. ايوه فهمتك. فاهم؟ دلوقتي امم. انت بتشتغل عشان تعيش امم. ولا عايش عشان تشتغل؟ انا عايش عشان اشتغل واعمل اللي انا عايزه. يعني انت مش بتشتغل عشان يعني عشان محتاج الشغل ده، انت بتشتغل عشان تحقق كل اللي نفسك فيه. حاجه كل اللي نفسي فيه. يعني دلوقتي انا بقول لك، انا دلوقتي شغال. مم. تمام، انا تعبت من الشغل، عايز ارتاح، بس برضه عايز فلوس تجيلي كل يوم. حلو. فانا دلوقتي شغال، عملت البيزنس بتاعي، كبرته، جبت ناس تشتغل معايا. مم. انا دلوقتي قاعد، مع اني ما بحبش قاعده المكاتب، بس انا دلوقتي قاعد في فلوس جايه لي، وده من شغلي، وخلاص كل اللي نفسي فيه عملته. تمام. فانا عشان كده بقول لك انا بحب اعمل شغل اكبر منه عشان انا ارتاح في الاخر. مم. يعني في ناس كتير بدأتها من الصفر، تعبت لحد ما ارتاحت كتير. انا عايز اعمل كده، وكل الحمد لله، وكل اللي نفسي فيه عملته. كل اللي انا نفسي فيه عملته الحمد لله. حتى برضو اللي هتبدأ فيه ده تكون فاهم فيه، اللي انت هتبدأ فيه تكون فاهم. يعني دلوقتي احنا قلنا نبدأ بودكاست، وقلنا نبدأ برضو نحكي عن قصص وحاجات. لقينا بقينا نبحث وندور ونراجع فيها، بالظبط. فده مش عشان مش معناه عايزين نطلع نقول اي كلام وخلاص. ده مش معناه انك
تعمل حاجه تبدا فيها انك مش فاهمها، لا المفروض تذاكر وتعرف الحاجه اللي انت هتعملها دي ايه بالظبط. طب دلوقتي لو الوظيفه امان، ليه لما الشركه بتقع اول واحد بيمشي هو الموظف؟ عشان الموظف ده بيكون ماسك في مرتب الشركة اللي هو فيها. يعني الموظف بيكون رابط حياته كلها على المرتب اللي هينزل اخر الشهر. أيوة. طيب ليه بقى الوظيفه اسمها يعني، او ليه الوظيفه بتسمى ان هي امان؟ هي مش امان كده. طب لو الشركه وقعت، امم طب ما انت هتمشي. ما احنا كده انت الكلام ده صح. انت من شوية قلت لما يكون موظف شغال في شركة واخد فيها منها مرتب يعمل منها فلوس، يفتح بيزنس، فده الصح. انا عشان كده بقول امان. بس في عقلية الناس التانية اللي هي بتاخد المرتب ده بتصرفه، ده كده غلط. بس انا بالنسبة لي شايف الوظيفة امان، واي شغل فيه اي شغل امان. بس انك تعمل فلوس، بتاخد فلوسه دي تستثمرها صح، مش تاخدها وخلاص. تستثمر فلوسك صح. مم. انا كده شايفها امان. لانه لو الشركة وقعت وهو ساب الشغل، في اللي هيكون ضامن انه معاه شغل تاني، الشغل بتاعه هو الحر. وفي ما يكونش خلاص مش ضامن، ما يكونش معاه شغل تاني، هيدور على شغل تاني وشركة تانية يشتغل فيها. ده هو كده هو الغلطان. مم. انت فاهم؟ بس انا شايفهاش سجن، انا شايفها امان. يعني المشكله امم مش انك تشتغل، المشكله انك تعيش حياه مش بتاعتك. صح. يعني انت المفروض تشتغل عادي، امم بس لو انت شايف نفسك ان انت المكان اللي انت شغال فيه ده امم مش شبهك ومش حاجه بتحبها، خلاص سيب المكان وامشي. فهمت. صح. صح. فلازم ما نربطش نفسنا بحاجه ما احناش بنحبها. احنا مش بنحبها، عشان الحاجه دي هتضرنا قدام، مش هتفيدنا. بالعكس دي هترجعنا لورا مش تقدمنا لقدام. لو عايز تبدا اي مشروع ابدا، لازم تبدا فيه من ابدأ من دلوقتي. الصفر. ابدا فيه دلوقتي، لو انت معكش حاجه خالص ابدا فيه. قوم اعملوا وتحرك. دراسه جدوى، اسال اي حد عنده نفس المشروع، استفسر منه، اعرف كل حاجه عن المشروع اللي انت عايز تعمله. والكلام ده كله نقوله للشباب اللي في سننا. والله الكلام ده كله بيقولوا للشباب في سننا. انا دلوقتي انا شايف ناس عندها 33 سنة وعندها 30 سنة وعندها 25، والله العظيم شغال بيشتغلوا عبد. طب ليه يا حبيبي؟ واللي عرفته ان هم كانوا عايشين حياتهم في السن ده، كانوا عايشين حياتهم كويسة، كانوا عايشين بيصرفوا ويتفسحوا وبتاع، وكانت ايام رخيصة ايام زمان. م- طب ليه يا حبيبي انت ما عملتش فلوس زمان؟ م- ليه ما بدأتش؟ يعني تبدأ بيزنس بتاعك صح، تحوش لك مرتب كويس، تعمل لك فلوس كويسة، تبدأ بيه مشروعك، ما تعتمدش على الشغل ده. في ناس بتقول لك ايه، بعيش سني. طب ما ده كده مش اسموش تعيش سنك. عيش سنك تعمل فلوس صح. عشان تعرف تعيش سنك. اللي انت عايزه تعرف تجيبه. مش هستنى اخر الشهر، خلاص انا خدت 5000 جنيه دول، راح اجيب لي بقى ايه قسط، اروح ادفع له قسط تليفون. أبقى استفدت بايه؟ كل اخر شهر تاخد بقى 2000 ونص، وخلي 2000 ونص التانيين. طب انت عايز تليفون، جبت التليفون، دفعت قسطه، تقعد سنه تخلص قسطه. عايزك حاجه تانية، تقعد كل حياتك قسط قسط. طب ما تعيش حياتك يا عم، خد فلوسك دي اعمل منها فلوس تاني، عيش حياتك على طول. قوم دلوقتي واتحرك، ما تستناش تقول ان انا هبدا بكره، هبدا مع فلوس، هشوف ابويا بقى قاعد يديني فلوس بتاع. لا م- يا عم، ابوك هيساعدك، مفيش حد مش هيسيبك، بس برضه انت تعمل بدراعك، تعمل بايدك. م- يعني الشباب اللي في سنة دلوقتي، الشباب اللي في سن 20 سنة، لو اتحركوا من دلوقتي والله العظيم هيرتاحوا بعدين. صح. اللي يحسبها صح وخطط لها صح والله هيرتاح بعدين. انا شفت كتير ندموا ان هم صرفوا وعاشوا حياتهم، بيقول لك انا بعيش سني بعيش سني، والله هتندم. اخطر حاجه مش انك تبدا متاخر، اخطر حاجه انك ما تبداش اصلا. لازم تبدا عشان تطور من نفسك وتحسن حياتك ومستقبلك. بس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. اهم حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي. بس بس كده. سلام.